ازيكم عاملين ايه؟ بصوا مبدئيا عايزكم تبصوا كده على العربيات اللي ورايا دي كلها كده اهي، شايفينها؟ واللي ورايا كمان الناحيه الثانيه، شايفين كده العربيات دي كلها؟ تمام؟ بالاوكتافيات دي. بصوا الحته اللي انا فيها اللي هي بتاعت المعرض الصغير اللي معمول ده، في هنا شركه اسمها فزعه. جميل، دي مؤسسه عامله حاجه جميله جدا وحلوه وتغنيك بقى عن قصه البنوك والاقساط اللي انت بتدفعها على الفاضي وسعر العربيه بيقل. حاجه جميله جدا لو اتطبقت في مصر. سوق العربيات هينتعش في مصر بطريقه حلوه قوي قوي قوي. تمام؟ بصوا معايا وركزوا كويس قوي. النظام ده باختصار شديد جدا يا سيدي الفاضل، ان حضرتك هتروح للشركه دي تقول لهم والله انا عايز العربيه الفلانيه. العربيه الفلانيه ثمنها كام؟ ثمنها جنيه. حلو الكلام؟ طيب انت هتأجر منهم العربيه لمده 3 سنين. لمده 3 سنين، تمام؟ هو مش شرط 3 سنين، بس يعني علشان تتملك العربيه بعد كده، تمام؟ بتدفع ايجار العربيه مبلغ معين كل شهر لمده 3 سنين. طيب حضرتك بعد ال3 سنين قدامك حالتين بس، 2 كيسز. يا اما ان انت هتاخد العربيه وتقول لهم والله يا جماعه العربيه دي عجباني، يا اما هتقول لهم والله يا جماعه العربيه دي مش عجباني، بعد اذنكم خدوها وشوفوا لي عربيه غيرها. تمام؟ القصه الثانيه خلاص ما فيهاش اي مشكله، هتديهم العربيه انت كنت مأجرها، سلام عليكم وعليكم السلام. القصه الاولانيه لما حضرتك هتقول لهم والله انا عايز العربيه دي عشان عجبتني فعايز اشتريها، هيقول لك طيب تعالى نشوف سعر العربيه في السوق دلوقتي مستعمل بحاله عربيتك عامله كام. هيقول لك والله سعرها جنيه. تمام؟ طيب حضرتك في ال3 سنين دفعت من قيمه الجنيه ده، دفعت 30 قرش 40 قرش، يبقى عليك 60 قرش او 70 قرش من قيمه العربيه. تمام؟ طيب هل المبلغ ده هتدفعه كله؟ لا، هتدفعه بس هتاخد خصم تقريبا 10%، ممكن يبقوا 20 وممكن يبقوا اقل، بس هو في رينج ال 10% يزيدوا او يقلوا. تمام كده؟ يبقى انت وفرت من ناحيتين. اول حاجه ان انت اجرت العربيه جديده، انت المالك الاول ليها، تقعد تجرب فيها، والله عجبتك بتشتريها بعد 3 سنين وبتاخد خصم 10% على سعر المستعمل وقتها. تمام؟ يعتبر انت بتدفع كل شهر مبلغ قليل، يعني مفيش عليك فايده البنوك والكلام ده كله. فدي حاجه نقطه انا شايفها كويسه جدا. القصه الثانيه بقى ان حضرتك لما تقول لهم انا مش عايز العربيه، فحضرتك هتسيبها بكل بساطه وتروح تشوف اي عربيه غيرها. جميل؟ فانت مستفيد من كل النواحي. القصه برضو تمشي لو انت والله استعملت العربيه سنه ولقيت العربيه سعرها كويس جدا وانت عايزها تمام، ومش حابب قصه الايجار دي، فانت خلاص انا عايز اتملكها دلوقتي، فخلاص تمام، بتروح برضو للشركه بتقول لهم العربيه، بيشوفوها سعرها كام في السوق وقتها، وبيعملوا لك برضو نفس الفكره، الخصم اللي هو ال 10%، لكن هو مش دارج قوي ال 10% ان هو يتنفذ لو انت ما كملتش قبل السنه. الجميل برضو في الموضوع ان عقد الايجار او لما انت بتأجر العربيه، السعر ده بيكون شامل الصيانات وتغيير البطاريه وتغيير الاطارات. فاعتقد ان دي حاجه لو اتنفذت في مصر هتبقى حاجه كويسه جدا جدا، وهتخلي سوق العربيات ينتعش بطريقه كبيره. لكن ممكن يعمل ازمه في البنوك. اعتقد ان لو شركه فكرت انها تنفذ الحوار ده هتعمل ازمه مع البنوك، علشان محدش هيروح للبنك والناس كلها هتروح للشركه دي. فمش عارف بصراحه الموضوع ده ايه وضعه في مصر. برضو كان في حاجه سالت عليها عشان برضو ايه يبقى المعلومه واصله صح. تمام؟ لو في حد بيدور، عشان انا برضو سالتهم على حته الستارت بتاع العربيات. عربيه زيرو ب 30,000 درهم مثلا، ده مثال. هل ال 30,000 درهم دول يقبلوا ولا لازم عربيه تبدا من مليون درهم، من 100,000 درهم، من كده؟ فقالوا لا، الموضوع مفتوح معانا، اي عربيه في اي وكيل انت بتحتاجها بنخلص لك فيها ونخلص لك الدنيا. بس في حد عايز يتواصل هيبقى فيه الرقم بتاع خدمه العملاء، تقدر تكلمهم وتسالهم عن اي معلومه انت عايز تعرفها. تمام؟ قولوا لي رايكم في الحوار ده، وينفع يطبق عندنا في مصر ولا لا؟